تعالوا نعمل يا جماعة مع بعض النهاردة البسبوسة التحفة دي. بصوا محمرة ازاي وحلوة وليها قوام كده وجميلة زي بتاعة المطاعم. تعالوا نعملها مع بعض بقى ولا أحلى يعني شيف حلواني. هنبتدي أول حاجة بالشربات. أنا جبت كوباية ونص من المية وكوباية ونص من السكر، حطيتهم على النار كده وقلبتهم. أنا خدت نص الكمية دي بس يا جماعة، يعني المفروض كوباية إلا ربع وكوباية إلا ربع. المهم كده قلبتهم بقى وقعدت أشيل الريم اللي على الوش ده، بس طول ما هما بيغلوا كده انا مش بقلبهم، سبتهم كده ياخدوا يعني غلوتين 3 مع بعض. وبعد كده حطيت لهم عصرة نص ليمونة وقلبت كده. بعد الليمون تفضلي تشيلي كده الريم اللي على الوش دوت عشان ده بيساعد الشربات انه يسكر تاني. دلوقتي بقى حطيت كده نقطتين من الفانيليا، وبعد ما هدي كده بعد 5 دقايق حطيت له معلقة من الزبدة تدوب معاه كده. بس بعد ما هدي كده يعني بعد ما رفعته على النار على طول ب5 دقايق. دلوقتي بقى ايه، معايا نص كوباية من السكر ومية وربع كوباية من الزيت ومعلقتين سمنة. حطيت السكر على النار كده بحيث ان هو بس ياخد كرملة كده ثانية الا ثانية، يعني دوبك بس الطاسة تسخن بيه، مش هسيبه يعني يتكرمل للآخر ولا حاجة. وبعد كده بقى قمت جاية ضايفة عليه المية. انا بس عايزة الطعم اللي هو ايه بتاع التشويحة بتاعت السكر ده. ضفت عليه تقريبا نص كوباية مية بس، مش اكتر من كده. انا عاملة ربع كيلو سميد بسبوسة، يبقى أنا ربع كيلو سميد بسبوسة حطيت عليه نص كوباية سكر ونص كوباية مية. سبتهم كده يدوبوا بقى مع بعض على النار. حطيت معاهم كده معلقة زبدة حلوة وكمان معلقة سمنة، بس هي كانت ماسكة قوي في الطبق لأن طبعا نظرا للجو البرد اللي احنا فيه ده، فأنا حبيت أفكها بالخليط اللي أنا عاملاه دوت بتاع السكر والمية. المهم بقى فكيت السمنة وحطيتها على وطفيت النار في اللحظة دي كده. أنا طفيت النار، سبت بس الدنيا كده تدوب مع بعضها وطفيت النار. هنا بقى حطيت ربع كوباية الزيت على ربع كيلو سميد البسبوسة. بدأت ان انا كده ايه ابثه بالمعلقة بحيث ان هو يبقى عامل زي الرملة المبلولة كده زي ما هتشوفوا معايا اهو. بصوا عامل ازاي، يعني يدوبك كده كأنه رملة مبلولة مش اكتر. طبعا في الوقت دوت انا كنت قدت الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. حطيت بقى الميكس اللي انا رفعته من على النار ده، هو على فكرة مش سخن بس عشان السقعة، هو بس دافي. بصوا تحسوا كده ان هو الدنيا باظت منكم بقى وان هو سايح وكده، لا لا لا، كل ده السميد هيشربه في ثواني. بصوا خلاص، ما يعني ما عداش حاجة ولقيتيه ايه خلاص كده. طبعا حطيت نقطتين من الفانيليا بتدي كده طعم وريحة. عايزة ما عندك معلقة جوز الهند بتحبيها حطي برضو على البسبوسة، ما فيش مشكلة. ومعانا برضو نص معلقة من البيكنج باودر وذرة ملح صغيرة جدا عشان توازن معانا الطعم وتظبطه. وبعد كده بقى ايه اهو شفتوا يعني شربت خلاص الخليط اللي احنا عملناه. انا جبت كده معلقة سمنة حلوة، قمت جاية دهنة الصينية. دي صينية مقاس متوسط، مش كبيرة ومش صغيرة. الصواني اللي هي بتبقى خاصة بالبيتزا والبسبوسة والحاجات دي. وهفرد فيها بقى الايه الميكس دوت كده اللي احنا عملناه. بصوا هو نازل قوامه قوام مناسب. انت اول ما يعني انا اول ما حطيت الميكس اللي انا عملته على النار تحسي ان الدنيا ساحت كده، لكن لا هو بيشربه. بصوا بقى قوامه بقى مناسب جدا ومسكت نفسها وكل حاجة. وبعد ما فردتها بقى هدخلها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية تقريبا. ما قعدتش معايا نص ساعة ل5 دقايق وطلعت بالشكل التحفة ده. وده الشربات اللي احنا سيبناه يهدى مع معلقة الزبدة. ابتديت ان انا بقى اسقي بيه. انا ما خدتش تقريبا نص كمية الشربات، بس انتي لازم تسقيها كده وبصي تخليها كده عايمة في الشربات. وبعد كده تبقي تصفي منها الشربات بعد 5 دقايق بس. والمفروض تستني ما تهدى وبعد كده تقطعيها، بس انا قطعتها على طول كده علشان اوريها لكم. بجد كانت تحفة قوي يا جماعة وكان طعمها حلو جدا جدا. لازم تجربوها، حلوة قوي بألف هنا وشفا. ولا حطينا بقى لا زبادي ولا قشطة ولا أي حاجة.
عندك لوز زينيها، عندك سوداني، عندك زبيب. انا زينتها كده بزبيب، ممكن تسيبيها ساده من غير اي حاجه. وبألف هنا وشفا يا رب. كده طلعت تحفه. لو مشتركتيش لسه في القناه مستنيه ايه؟ اشتركي في القناه، انا هوفر عليكي كتير قوي. ما تنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعك. شكرا على حسن متابعتك. وزي ما انتي شايفه بقى معايا كده، بصي البسبوسه طلعت حلوه جدا، هي كمان لسه دافيه. بصي حلوه ازاي، وطريق ولا ناشفه بقى ولا